نمت فقت وقررت غير لون شعري لان مليت. رحت على صالون راني وانا ما بعرف شو بدي اعمل، بس طبعا مثل العاده الي كوركي تركيه علي، بس انا كتير متحمسه وبثق بشغل كوركي. طبعا عبولي بطني لان بيعرفوني بتحول بس شو قهوه مشان صحصح، بس مستحيل بكبي مثل الختايره بس حدا يمسك لي شعري. رجعوا طعموني طبعا، وهون لسه ما بعرف شو عم بيصير بشعري، مدري عو مدري نو. قال يعني عطاني الكتالوج لحتى اختار، وبعرف كوركي ما رح يعمل غالية اللي براسه. بلشت دقات قلبي تصير مليون وهو مبسوط، وطلع اللون يلي بعد السحب يلي كلنا بنكرهه، هذا اللي على اورنجي. وبعدها حطلي السحر وبلش اللون يبين وينضف. ليكولي جمال اللون ونظافته، كتير كتير متحمسة وخايفة بنفس الوقت. وهي كوركي مثل العادة مبسوط وفرحان، وشال المنشفة، وانا بس همي خايفة من لسان امي وعم بسمع صوتها بقلبي وهي عم بتقلي وليه على عيونك شو عملتي بحالك. تخيلوا صار عمري 40 سنة ولسه بخاف من امي. قلت له بحياتي ما فتحت هالقد، وقال لي ما بقى يفتح اكتر من هيك اساسا. ركب لي اكستنشن لان عبالي تغيير شامل، وهيك طلعت النتيجة. حبيت حسيت حالي وحدة تانية. هلا أنا من الأساس شقرة وشعري فاتح، بس مع الوقت تغير وصار لونه كستنائي غامق. بس عن جد تغيير اللون الشعر كتير بجدد النفسية. طيب وانتو خبروني، حبيتوا ولا الغامق علي أحلى؟ انتو شو عم تستنوا لحتى تعملوا نيو لوك؟ الشعر ضاع مخلوف على قولة ستي. شكرا كوركي، حكتنا معتادة طبعا.